مساء الفل على الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم زينب زياد. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الحمام المحشي. هنحشيه بالخلطه بتاعه الرز والبصل وطبعا الكبد والقوانص. ممكن تعمليه نفس الخطوات وتحشيه فريك، بس هتكوني ناقعه الفريك في ميه دافيه لمده ساعتين على الاقل قبل ما نعمل الخطوات دي. خليكم معايا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنا طبعا الحمام مغسول كويس جدا جدا، وهنا بعد ما غسلته وخلاص خلصت كل حاجه وشلت منه الرقبه زي ما انتم شايفين كده، وخليت الجلده بتاعت الرقبه موجوده زي ما هي. طبعا الحمام اهو زي ما انتم شايفين نظيف وكل حاجه، بس انا حطاه في ميه وملح علشان برضو يعني لو في اي زفاره تروح تماما، ومعلقه خل بس، يعني حاطه بس ملح وخل. وطبعا ما غسلته بالليمون والملح والخل. هنا معايا بالنسبه للرز، كميه الرز طبعا بتتحدد ازاي. انتي بتاخدي كبشه صغنونه على بطن ايدك هنا بالرز، يعني تقريبا ربع كوبايه. يعني انا حتى لما عملتها كده بالكوب المعياري اهي ربع كوبايه بالظبط على ايديكي كده بالشكل ده. دي الحبه بتوع الحمام تقريبا ربع كوبايه. خلاص. طبعا هنا معايا كمان 3 بصلات. انا فرماهم فرم مش خشن ومش ناعم، وسط، عشان برضو ايه يستوي معاكي ويبقى كويس. خلاص. معانا هنا كمان الكبد والقوانص بقى بتاعت الحمام، مقطعاها قطع صغيرة بالشكل ده عشان برضو ما تبقاش مكلكعة جوه في الحمام. ومعانا طبعا البهارات بتاعتنا بقى ايه: معلقه فلفل اسود، معلقه كمون، سنه قرفه بسيطه، وسنه بهارات مشكله اللي هي بهارات لحمه او بهارات فراخ، او اللي هي اللي بتسموها 7 بهارات. طبعا هنا معايا كمان معلقه ملح. ودي بالنسبه للمكونات بتاعتي. خلونا نعمل الخلطه بتاعه الحمام عشان نبدا الحشو. في حله على النار انا هنا جبتها وحطيت عليها معلقه. في حله على النار هحط فيها معلقه او نص معلقه سمنه. انا مش بحب احط سمنه كتير في الاكل يعني. تمام. هحط نص معلقه سمنه وهحط معلقتين من الزيت. تمام. بعد كده هنبتدي ان احنا اول ما تسيح ننزل بالكبد والقوانص اول حاجه. لازم يتشوحوا كويس جدا. زي ما انتم شايفين كده انا بشوحهم. خلاص. المهم ان احنا نشوحهم في الزيت يكون سخن عشان ما ينزلوش ميه خالص معانا. بعد ما تشوحوا تمام هبتدي ان انا دلوقتي انزل بالبصل والرز. الاول نقلب البصل تقليبه بسيطه الاول. ريحته جميله جدا. خدوا بالكم لازم تبقوا مصفيين الكبد والقوانص دي من الدم تماما ومغسوله كويس قوي علشان ما تنزلش اي زفاره في الخلطه دي. تمام. خلاص كده قلبنا البصل تقليبه. بحط بقى الرز، بنزل بحاول اسيب المكان كده في الحله وانزل بالرز بالشكل ده. انا طبعا غاسله الرز ومصفياه تماما. وطبعا هنبهر بقى الحاجات بتاعتنا بالكمون والفلفل، وهنا الملح وسنه القرفه وسنه بهارات اللحمه. انا ما حطيتش الفلفل كله لان حسيت انه كتير، بس هقلب واشوف. ايوه كده تمام. هو المفروض ان احنا نحط معلقه شاي ممسوحه من الفلفل. بنسيبهم بس ايه دقيقتين كده، وبعد كده بننزل عليهم بميه تكون يعني مغليه نص كوبايه، عشان بس الرز ياخد سوا بسيط كده، عشان واسيبه دقيقتين 3 كده عشان لما يستوي الحمام ما يبقاش الرز ناي. لحد بس ما الميه دي تخلص تماما. خلاص دلوقتي هبتدي ان انا اطفي بقى عليها واحطها في طبق تبرد عشان نبدا ان احنا نحشي. بسم الله. هنبدا بقى ان احنا نحشي الحمام. هنجيب بقى الحمامه كده طبعا متصفيه من الميه خالص. تمام. وهنجيب الحشوه بتاعتنا وهناخد كده وندخل الحمامه. خلينا نحط ايدينا تحت الطبق عشان لو نزل حاجه ما تنزلش في الطبق اللي احنا هنحط فيه الحمام كده.
بقى الجزء بتاع الجلد اللي هو بين الجلد والصدر، الجزء ده ندخل صباعنا كده بحيث ان احنا نحشي الحته دي كمان اهي من هنا ومن الناحيه التانيه برضو. نحشي بقى الحمامه من جوه كويس. بالشكل ده. ومن بين الجلد بقى بالشكل ده. حشوة سخنة جدا. وبنيجي من عند برضو الرقبة بنحشي، بس الاول هنقفل من تحت. بندخل الرجلين في الجزء اللي هو من تحت ده، بنقفلها بالشكل ده. ممكن برضو تساعدي بخلة اسنان كده، عود خشب بيبقى يقفله كويس برضو. لو الرجلين مكسورة او جزء اللي تحت مقطوع ممكن تقفليه بخلة اسنان. بقى بالمعلقة الصغيرة دي عشان خاطر الجلافز بس بيتزحلق مني، الرز بيتزحلق. والرز سخن جدا مش قادرة امسكه بايدي. بدخل الحشو كده على قد ما اقدر بقى. هعمل برضو واحدة تانية. برضو هفتح من عند الصدر كده الجلد ده. خدوا بالكم لا تقطعوا الجلد. انا في واحده اتقطعت مني، اتضايقت جدا لما اتقطعت، بس معلش اهي. بنفتح كده وبندخل الرز برضو في الجزء ده. نحشي بقى الجزء اللي هو ده بين الجلد والصدر. نقفل بقى رجليها. ونبدأ نحشي الرقبة برضو. وهكمل بقى كل الكمية اللي معايا. خلاص دي كمية الحمام بتاعتي اهيت. اخر حاجة هنعملها بقى ان احنا هنجيب الرقبات اللي هي بتاعت الحمام دي، هنقفل بيها الجزء ده. يعني هنحط الرقبة ناحية هنا عشان ما تتفتحش. بنقفل بيها. وطبعا انا حاطه ميه على النار تغلي فيها هحط فيها بقى وطبعا انا حاطه بقى ميه على النار تغلي علشان نحط الحمام على طول يتسلق.
في ناس بتعمل الحمام كده بتلفه بقى في ورق اللي هو بلاستيك شفاف او فويل وتحطه في الحله بالكلام ده، وانا ما بحبش كده لان في الاخر الشوربه دي هنشربها، يعني ما ينفعش نعمل كده في شوربه احنا هنشربها. طبعا انا غليت الميه هنا في نفس الحله اللي احنا اشتغلنا فيها. هبتدي ان انا احط لها بقى شويه ورق لورا، حبهان، وممكن نحط اللي هو المستكه لو عندكم، بس هي المستكه عموما بتتحط لما بنيجي نشوح، بس يعني انا قلت برضو احط، هي بتعمل شوربه طعمها حلو. تمام. وبعد كده هو طبعا بقى فيه البصل والبهارات فهنحطه كده اهوت، خلي بالنا. بسم الله. في حله تانية عشان حسيت ان الحله برضو مش اخده براحتها، معلش، فقلت برضو خليني في الامان واعمله في حله على مقاس الكميه بتاعتي، عشان الحمام ما يكونش يعني مش مرتاح في الحله، لازم الحاجه تبقى تستوي على راحتها. دلوقتي هغطي عليه وهسيبه يغلي، واول ما يغلي هبتدي اوطي النار واسيبه يستوي على راحته. دلوقتي هبتدي ان انا اوطي النار واسيبه يستوي على راحته. كل شويه ممكن احاول ان انا اخلي واحده من اللي تحت تبقى فوق، واللي تحت واللي فوق دي انزلها تحت عشان كله يستوى مع بعضه. خلاص كده الحمام استوى. خلاص طلعته من الشوربه، هبتدي بقى ان انا احمره. طبعا قبل ما نبتدي ان احنا نحمره انا هقول لكم تكه حلوه قوي عشان تخلوا لون الحمام حلو. هندهن الحمام ده باللبن حليب، دهنه خفيفه جدا، وبعد كده ينشف عليه الحليب نحمره على طول. اهو شويه حليب كده حطيتهم في طبق، هدهنه بالحليب، بيخلي بقى لونه حلو جدا. بيديله لون ذهبي وجميل قوي. يلا بينا نروح نحمره كده اهو اللبن نشف عليه، هبتدي بقى ان انا احمر. هنا الطاسه اهي فيها بقى زيت او سمنه او براحتك يعني زي ما بتحبي تحمري. شايفين كله ما شاء الله حلو جدا، ما عدا واحده بس هي اللي اتفتحت مني اهي، دي الوحيده اللي اتفتحت. بس طبعا عايزه اقول لكم ان انا بالنسبه لي مادام واحده بس اللي اتفتحت مش مشكله، بس عشان مش حابه ان انا اعمل الحركه بتاعه الفويل تبقى في الشوربه دي، فكده احسن، يعني كده اضمن ان احنا ناكل الحاجه صحيه اكتر. هنبدا بقى ان احنا نقلبه عشان ياخد لون من كل الاتجاهات. الحمام بياخد لون بسرعه قوي، يعني مش بيتاخر على يعني مش بيتاخر في التحمير خالص. شايفين لونه ما شاء الله. ممكن وانتي بتحمريه تعملي الحركه دي كده، تميلي المقلايه شويه بحيث ان هو يتحمر الجزء ده اللي تحت بشكل كامل، يعني تفضلي ان انتي تعملي الحركه دي من الناحيه دي من الناحيه دي شويه لحد ما تحسي ان كله اخد لون جميل. دلوقتي هبتدي ان انا اطلعه على طبق التقديم بتاعي. خلاص ده شكله لما اتحمر، طبعا لونه تحفه جدا، وبرده هفتح لكم واحده عشان تشوفوها، خليكم معايا. خلاص ده شكله اهوت، هفتح لكم واحده ما شاء الله حلو جدا. شايفين الرز طبعا مستوي جدا، شايفين مستوي مش معجن كمان، يعني مفلفل زي ما انتوا شايفين اهو. شايفين طلع لكم الرز تشوفوه مستوي ومش معجن. تمام. بالنسبه للحمامه نفسها سخنه جدا اهي، برضو الرز من جوه وده لونها من قريب. شايفين
ودي كانت وصفتي النهارده، يا رب تكون الوصفه عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتعملوا سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب اسمها زينب زياد، ودوسوا على علامه الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله.